كالعادة صورت وشرحت انا عملت ايه والسناب فصل مني. المهم ان انا عملت هنا طرنشات بصل واصابع كده جزر وشوحتهم في زبدة وكرملت البصل شوية، وبعد كده حطيت عصير طماطم وحطيت كمون وكزبرة وفلفل اسمر وملح. تمام كده. انا بعمل ده ليه؟ علشان هعمل البخاري، هجرب كده ان انا اعمل الرز البخاري. دلوقتي بقى هنزل قطع الفراخ، وقلت برضو ان انا هستخدم الفراخ اللي هي الشيش دي مخلية. هحطها بقى تستوي كده. انا بغسلها وبعصر عليها ليمون وبسيبها في الليمون وبنشيلها من الليمون. دي قطع الفراخ اللي انا هستخدمها اهي. الفراخ كده استوت من الصلصة خلاص. نشلتها بقى كده من الصلصة وحطيت الرز اهو لسه هيستوي. حطيت معاه الفلفل ده عشان يديله حرارة شوية، وبشرت جزر وزبيب احطهم برضو يتعاملوا مع الرز كده. المفروض اصلا ان ده يتعاملوا في زبدة كده، بس انا عشان الاكل ميبقاش معمول كله كده زبدة كتير، فهحطه كده وخلاص يستوي بقى ويطرى كده مع الرز. وهوطي النار خالص. الفراخ بقى عملت فيها ايه؟ حطيتها المفروض هي في الفرن تتحمر كده من على الوش. انا حطيتها في القلايه الهوائيه كده، ولما تتحمر شويه والرز يستوي هبدا اطلعها واحطها على وش الرز لحد لما يخلص خالص. تمام كده اهو. اغطيه بقى واوطي عليه النار خالص لحد لما النار اوطيها خالص تبقى شمعة. تمام كده اهي. بس واسيبه بقى يستوي. بصوا الفراخ اهي حطيتها في القلايه عشان تاخد وش كده، ولما تبدا هي بدات تاخد وش اهي شويه. لما الرز يتشرب الميه بتاعته هنزله واحط، انزل الفراخ واحطها على الوش بس تدي لون بس من فوق. هدخلها القلايه بقى وهنبدا نعمل سوبيا. انا جايبه السوبيا دي هبدا اعملها ان شاء الله تشرب كده مع الفطار. دلوقتي بقى هعمل السوبيا. شفت حاجه كده على اليوتيوب ما شاء الله عليه، يعني يقول تعالوا بقى اما ادوقكم اقول لكم تعملوا سوبيا حلوه. هو عمل ايه؟ جاب صوبيا وجاب كريم شانتيه وجاب الحليب وجاب الميه اهو. كل حاجه اهي. ادي الحليب وادي الميه ماشي، وكمان السكر. انا حطيت دول سكر وجايب لبن بودره. خلينا بقى نشوف عمل ايه. قال يا جماعه هنحط معلقتين هرميين من الصوبيا. ادي معلقتين هرميين من الصوبيا مليانين يعني اهم. خلاص هنشيل بقى على جنب كده عشان ما نكركبش. وبعد كده قال معلقه كبيره من الكريم شانتيه. المفروض كريم شانتيه خام بس انا ما عنديش كريم شانتيه خام فهحط من ده مثلا معلقه وشويه اهوت عشان تبقى ايه معلقه مليانه. قال كمان هنحط السكر حسب الرغبه، وانا هحط التلاتة دول عشان هو انا حاسه الكريم شانتيه اساسا فيه سكر. كفايه 2 لحد لما ايه اذا احتاجنا يا جماعه نبقى نزود سكر. وقال نحط معلقه كبيره حليب بودره. طبعا شايفين العلبه عامله ازاي؟ جاي لها شلل اطفال من الشحن. المهم قال معلقه كبيره من الحليب البودره. انا كده بحب كريمه، انا بحب احط زياده شويه، ما بحبش حد يمشي كلمته عليه. المهم ونحط هنا كوبايتين من الميه البارده ماشي. وقال كمان كوبايتين من الحليب البارد. تمام كده. ونضربهم بقى كويس جدا. بيقول هتشربوا صوبيا عامله زي القشطه.
نتوكل بقى على الله كده ونشغلها. بسم الله. شكلها هتبقى عظيمة يا جماعة. تمام، خففتها شوية كده عشان كانت تقلت، قصدي بتطفح من الشفشق يعني بتاع الخلاط. نبدأ بقى كده نعبيها. حاساها كريمة، حاساها عاملة وش كده ما شاء الله. شكلها كده هتبقى عظيمة. شايفين الجمال؟ شكلها حلو قوي. نعبي الباقي دول كمان في ازازة تانية. اكملها بقى واسيبها بقى ان شاء الله لساعة الفطار، بس عشان ايه؟ امسح اللي بهدل الدنيا ده. هعمل بقى اجهز القهوة بتاعتنا. انا بقى امبارح وبجيب النسكافيه اللي عندي قرب يخلص، ده بعوف ده انا بجيبه بعوف على طول وبحبه جدا. المهم انا نسيت اصلا ان انا بجيبه بعوف، وراح ابص بقى في هايبر مول على النسكافيه ملبوخه بقى، فلقيت ده اللي هو نسكافيه كولومبي. فبعت لبنتي بقول لها واحنا بنجيب من هنا. المهم قالت لي التاني كذا نوع يعني، وريتهم لها فقالت لي اختاري ده. فهي مفكراني عاوزه اجيب نسكافيه اصلا وانا ناسيه، بس الحمد لله طلع حلو يعني، طلع حلو. والحبوب بتاعته فيها حاجات كده يعني تحسوه زي اللي فيه نكهه. فهبدا ان انا اعمله بقى دلوقتي ليه؟ عشان بعد الفطار في الترمس الصغنن بتاعي ده. انا دلوقتي طلعت الفراخ من القلايه الاول وحطيتها على الرز لسه بيستوي يعني، لسه بيتردد كده عشان يبقى مفلفل يعني. وعايزه بقى يا جماعه اعمل فحمايه كده واحطها. هل هو بينفع مع البخاري ده ولا لا؟ والله انا بحب نكهه الفحم فانا هعملها. تمام كده. حطيت 3 معالق ونص من النسكافيه. تمام. الحبوب بتاعته يا جماعه فيها زي كراميل، فيها في طرفها كده حاجه يعني مش عارفه ايه هي، بس اللي هو اللي مكتوب عليه كولومبي ده، حتى مكتوب عليه فروتي مش عارفه ايه كده. انا حاسه ان هو فيه طعم، فيه حاجه يعني. اللي يعرف يقولي، علشان انا ايه بالنسبه لي القهوه دي طعم، ما بعرفش ايه اللي بيبقى مكتوب على الحاجه. واختكم بقى في الانجليزي ما شاء الله عظيمه يعني، بدي كورسات في الانجليزي تلاقوني مش فاهمه حاجه. هعمل ايه بالانجليزي؟ النبي عربي عليه افضل الصلاه والسلام. تمام كده. انا ليه مليتها علشان انزل اللي في الطرف ده، بس هخففها دلوقتي لان لو حطيت دي كده هتقوم طالعه لبره. بس واسيبها بقى بعد الفطار، دي صديقتي لحد السحور. كنت عامله الايام اللي فاتت دي اللي هو الزربيان، وعملت المندي. احنا بنحب الاكلات دي قوي قوي. ابني بيحبها جدا يعني. خيروه تتغدى ايه تفطر ايه، اعملي اكله سعودي، اكله خليجي يعني، اكله بالرز ديت اللي هي الاكلات دي. فهي بالنسبه لي سهله بصراحه. بس احنا بنحب بقى الحاجات اللي بصلصه يعني، بنحب البسله، بنحب الباميه، بنحب القلقاس، بنحب السبانخ، الحاجات الجميله دي. ابني ما بيحبش اي طبيخ بقى خالص، اي حاجه مطبوخه. فكنت بعمل جنب الاكل الدقوس ده، وبعمل سلطه الزبادي بالخيار. خلاص على طول بقى، عملتها كذا مره يعني.
فهو مش ملل بقى، فتغيير. وعملت سلطات، سلطة خضراء بقى، وعملت كذا مرة كذا حاجة يعني. انا بقى النهارده مش عامله سلطه ولا عامله اي حاجه، انا هقلي بس شويه سمبوسه كنت لفاهم من امبارح بالجبنه. الجبنه اللي هي بالزيتون، اللي هي رودس دي بالزيتون. ماشي. والجرجير، انا بجيب الجرجير يا جماعه وبغسله وبصفيه وافرده على فوطه كده واسيبه ينشف شويه، وبعد كده بلفه في فوطه برده كده اهوت، واحطه بقى في التلاجة واخد منه اللي انا عاوزاه. طبعا انا بسيبه بحاله يعني، بسيب ال يعني السنبله بتاعت الجرجير كلها بحالها يعني. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ عشان انا مش بحب اكله كله كده. الله يمسيك بالخير يا محمد، يا اخويا بيموت في حاجه اسمها جرجير، ربنا يحميه ويحفظه. ف بمسكه كده اهو، هعمل دي كده، هقطعه كده عشان يبقى سهل اننا ناكله. بس وهرمي بقى الحته اللي هي اللي فوق دي. تمام. ريحته عظيمه ما شاء الله. بحب انا الخضره قوي وبحب الخضار جدا. بحب السلطات بس ما تبقاش كتير، وما تبقاش السلطات الخضراء يعني، ما تبقاش سلطه فيها طماطم و... وخيار وفلفل والحاجات دي السلطه المعتاده. لكن كمان بحب يعني ابتكر كده وافتكس في السلطات بتاعتي. جبنه، سلطه جبنه قريش، سلطه البنجر مع الذره والحمص والفاصوليا. يا سلام، بتبقى جميله كده، كفايه قوي. وده لان الجرجير ده عموما محدش بياكله غيري، الا لو انا عملته لهم في سندوتش ولا حاجه ياكلوه. بس كده، وبحطه تاني في التلاجة اهو. كنت بحطه في كيس قبل كده بس الكيس بيسوي. بس كده ممكن لو احنا حابين يعني، بس انا مش هعمل كده. ترشي عليه اي دبس رمان مثلا ولا حاجه وخلاص وبس، وزي الفل. وهاخد بقى اللي انا قطعتهم اللي فوق دول، مع ان بيبقى طعمهم حلو، هرميهم. عايزه اوريكم بقى الفراخ. بس نفصل الشاحن عشان موصله الموبايل في الشاحن اهو. تعالوا بقى كده، ادي الفراخ بتاعتي اهي، وحاطه ورقه الفويل فيها حته زبده صغنونه اهي، اتحمرت. وحطيت الفحمية هناك اهي، يعني تسخن كده، وبعد كده هحطها معاهم. الطاسه دي اللي بعمل فيها السمبوسه دي من امبارح. شايفين حبه الزيت صغننين ازاي؟ ما بغرقش انا الزيت كتير. عملتها في الفرن وفي القلايه، الجبنه بتطلع منها وبتمسك في الورق الزبده، لان ورق الزبده هنا اللي انا بجيبه ده مش حلو. بجيب ورق الزبده من عند احمد خلف بتاع القلايه الهوائيه، مش كويس. ف هعمله بقى في الزيت، حبه زيت صغيرين اهم، هقليها فيهم وخلاص. والحله دي يا جماعه فيها شوربه، بس مش هحط منها على الاكل يعني، كانت شوربه لحمه وطلعها عايزه استخدمها في حاجه تانية يعني. الفحمية دلوقتي الى حد ما سخنت، مش بحب اسيبها قوي يعني، او زي ما تقولوا انا مستعجله برضو. ماشي. طب كده وغطي على طول، فتدخن بقى ريحه الفحم مع الاكل. بحب كده جدا جدا. شايفين اتملت دخان ازاي؟ بصوا، حلوة جدا جدا. يا رب يبقى طعمه حلو كده ان شاء الله. وانا دقت البخاري في المطاعم في السعودية، بس عمري ما عملته. كنت بقى بحط الجزر في الاكل وكل حاجة والكبسة وكده، بس عمري ما عملت البخاري نفسه يعني، وما اعرفش هو ده الاصلي ولا هو ده الصح ولا لا. فيا رب يبقى جميل باذن الله. الساعة دلوقتي 4، لسه بدري على تحمير السمبوسة. نطلع بقى دلوقتي نصلي العصر، ونقعد بقى ايه، نستكين شوية كده لحد الساعة 5:15 كده، نبدأ نعمل السمبوسة.
جبناها غصب عنها، عايزه تفضل صايعه بره. تعالى حته تكشيره. في حاجه غلط، تعبانه. طب انا بتقولك وحياة امك ولسه بتسالي، لسه ليكي عين تسالي. تعبانه. اكيد الدنيا شتت بره على السطح والجو برد. اعمل القهوة بقى ولا اخليها مغسلة مع الكنكة. ابو عوف، الطب ابو عوف، البن ابو عوف. حلو اوي الاعلان بتاع ابو عوف ده. طبعا انا ده الترمس بتاعي ده معايا، بس مش دلوقتي اصلا. لو فتحته دلوقتي كده هيطلع بخار. بعدين بقى هتروح اصلي التراويح كده واستنى عليه بقى يبرد واكمل بقى اشربه بقى من هنا للتراويح للسحور، بس مش دلوقتي. دي اهم حاجه دلوقتي. كنت حاطه الساعه بتاعتي تشحن، بحب الساعه دي قوي، اللي هي دي. هي اصلا مش بتاعتي، كانت بتاعت ابني وانا هو ما عجبتوش يعني وانا خدتها. فبجيب الخطوات وبجيب السعرات اللي الشخص حرقها من الخطوات، مش في اليوم. وبتجيب المسافه اللي الواحد ممكن يكون ماشاها قد ايه. تمام، اهو الخطوه والمسافه حلوه قوي بصراحه، بحبها جدا. هي فيها تطبيقات كتير بس انا ما بعرفش استخدمها يعني. فكانت بتشحن، يا ترى شحنت كام؟ 77. حلوه، كمل بها اليوم. بعدين بحطها تكمل 100%. وبيحصل وعليها الاتصال وعليها الواتس وعليها الفيسبوك وعليها كل حاجه، بس انا مش بشغل الحاجات دي. انا اهم حاجه عندي اللي هو بتاع الخطوات ده عشان يشجعني ان انا اكمل امشي اعمل رياضه كده. عليها برضو بتاع الرياضه، مش عارفه فين. ابني وبنتي اللي بيعرفوني الحاجات دي فين. تمام، معدل ضربات القلب والضغط، الحاجات دي. بس هي احلى حاجه فيها انها بتعد الخطوات دي بالنسبه لي، وبتحسب سعرات اللي الجسم حرقها من الخطوات. بنتي بقى كانت عامله كيكه جميله قوي، هسخنها في الميكرويف كده، خد قطعه صغيره كده مع القهوه في الفاصل ما بين التراويح. يعني مثلا انا هصلي 4 ركعات، اخد راحه كده، تكون القهوه بردت، اشرب القهوه واكل قطعه الكيكه وبعد كده اكمل التراويح تاني.